ازيكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو اللي فات قلت لكم سالت شات جي بي تي قال لي محمد المهدي، بس طلع شات جي بي تي ده ذكي بصراحه يعني، لان انا سالته من موبايلي، رحت سالت بقى من موبايل حد تاني بعيد عني او ما يعرفنيش، ما قالش اسمي، ما افتكرش اسمي بقى الا لما قلت له طب تعرف حد اسمه محمد المهدي في كاست شارع عقاري في التجمع؟ راح قايل لي اه بقى، وجاب السيناريو والهيستوري. فطلع ذكي شات جي بي تي، لان موبايلي راح جايب اسمي يعني، عشان بس لو حد كان فكر فممكن يجي اسمي وممكن ما يجيش، على حسب يعني، الله المستعان. المهم، خلينا نتكلم في الفيديو دوت عن اسعار العقارات وليه المطورين بيغيروا اسعار العقارات. الفيديو ده مهم جدا يعني. المطورين بيغيروا اسعار العقارات، بحسها بتبقى راجعه لعوامل كتير، لا اما شركه جديده وبالتالي بتحاول تحط سعر ونظام سداد حلو قوي علشان خاطر تعمل اغراءات، فبتتغافل عن بعض امور، وبالتالي ممكن تخش في ريسك ومشكله كبيره يؤدي الكلام ده ليها ان هي تخسر او تزود الاسعار بعد كده. او شركه ليها اسم كبير وليها سابقه اعبان وبقى لها تاريخ في السوق، فممكن تحط سعر اعلى شويه من السعر الطبيعي، وده نتيجه بقى المصاريف الكبيره اللي بتشتريها او بتدفعها سواء الموظفين او للدعايه او الاعلان. علشان كده موضوع الاسعار تلاقوا فيه جاب، يعني تلاقي مطور حاطط سعر متر في بيت الوطن او التجمع في مناطق مثلا بيت الوطن، لان هي اللي عليها الكلام الاكبر، ولان الاقبال اكبر لتحت الانشاء، لان معظم الناس اللي بتشتري هم اللي بيدفعوا مقدم 25 و30 و35 وبيقسطوا البيع على 4 أو 5 سنوات. ده الغالبيه العظمى للي بيشتري شقه يعني. انما الريسيل او الكاش او الكلام دوت ده له معايير وضوابط ممكن نتكلم عنها ونحكي عنها لو حد حابب، ويكتب لي الكلام دوت في التعليقات. المهم، فالشركه بتعمل ايه؟ الشركه زي ما قلت لكم، يا اما شركه قليله يا اما شركه كبيره، فهتلاقوا اسعار العقارات. طبعا انا موضوع اتحاد الملاك ده ما بتكلمش فيه، لان هو بيبقى فيه ريسك، ولازم عشان خاطر تشتري اتحاد ملاك تعمل ضوابط معينه، وانا عملت فيديو عن اتحاد الملاك وايه المعايير اللي انت لازم تاخد بالك منها وانت بتشتري اتحاد ملاك، وضوابط اساسيه لو هتشتري من خلالها او بالطريقه دي. بس غير كده بتبقى انت داخل في ريسك. ممكن ابقى اسيب لكم لينك الفيديو دوت، او اتكلم في الموضوع ده قدام في المستقبل. طيب انا بتكلم عن الشركات مثلا اللي بتبيع من اول 19,000 او 20,000 لحد 30,000. طب الجاب ال 10,000 جنيه دولت بيفرقوا في ايه؟ زي ما قلت لكم، بيفرقوا لا اما في شركه عايزه تثبت نفسها وبالتالي ممكن تعمل تنازلات في حاجات معينه. اتكلم لو نظام سداد الى حد ما معقول يعني، لان مثلا لو نظام سداد مضغوط مقدم 50% وبعد 3 سنين لا خد سعر كويس. لو نظام سداد مقدم كبير وقسط منخفض، لا خد سعر كويس، ده طبيعي يعني. لكن لو احنا بنتكلم عن نظام سداد طبيعي، لا كده بقى بنبدا نعمل علامات استفهام، ازاي انت تبيع من 19 او لحد 30 او 31. الموضوع بيرجع لعوامل كتير. العوامل ديت هي لا اما جوده اللوكيشن والموقع، لا اما قوه الشركه نفسها وتشطيباتها، لا اما الاوراق القانونيه والعقود وتسلسلها وتفاصيل الاوراق القانونيه. المعايير دي كلها لازم نبقى احنا فاهمين فيها فرق السبب ده. علشان كده الجاب الواسع دوت بيلخبط ناس كتير. تيجي ناس تكلمني تقول لي ده فلان عارض عليا بقد كذا 19,000 جنيه، فلان عارض عليا ب 32,000 جنيه. طب ايه المعيار؟ المعيار كبير قوي. طيب ولا 32,000 كويس، وده انا شايفه مبالغ فيه في بيت الوطن و31، ولا 19,000 ده لو بنتكلم عن نظام السداد الطبيعي. في معايير معينه ممكن يبقى الجاب ما بين لوكيشن ولوكيشن 3-4,000 جنيه، ماشي معاك، انما عشان اللوكيشن الفرق ما بين التشطيب وجودته 2000 جنيه عشان جودة التشطيب، فيبقى المفروض الفرق ما بين اميز قطعة باميز جودة في حتة معينة 6,000 جنيه 5-6,000 جنيه، عشان هنقول 2000 جنيه للتشطيب وجودته ومعاييره والكلام دوت، وهنقول مثلا 4,000 جنيه لتميز الموقع والارض والكلام ده. انما لما الاقي فرق 10 و11، لا هو هناك في كده ايه، علامات استفهام وفي استفسار وفي وعي. طيب عشان كده المطورين بيحددوا الاسعار بناء على الهوى اوقات، ولذلك بقى في ناس متخصصة كمستشارين عقاريين او ناس خبراء مثمنين عندهم الوعي والمقدرة انهم يبقوا فاهمين الموضوع دوت ويحطوه في نصابه الصحيح، علشان خاطر السوق يمشي بشكل سليم، ما يفرطش قوي ويزيد بالسعر مبالغ فيه، وما ينزلش قوي يخض والشركه ما تسلمكش او ترجع تزود عليك السعر. ومن هنا دايما انا بنصح وبقول، سواء انا او غيري، دوروا على مستشار عقاري امين او حد متخصص فاهم يكون بينصحكم بمنتهى الامانه، واسالوه على الحاجات اللي معروضه عليكم عشان هو يوجهكم.
سواء انتوا عندكم حاجات معروضه عليكم فبتتحركوا فيها وبتاخدوا قرار، او سواء انتوا ما عندكوش لسه حاجه ومحتاجين ترشيحات. في الحالتين ارجعوا له، اسالوه عن الموقع، اسالوه عن السعر، اسالوه عن مصادر التشطيب، اسالوه عن نظام السداد كويس ولا لا، تقسيمه الشقه كويسه ولا لا، اسالوه عن الاوراق القانونيه، اسالوه عن الشركه، اسالوه عن تغيير العقود وتعديلها. مهم جدا الموضوع دوت علشان نفهم يعني ايه المطورين شغالين بالاسعار دي ازاي. وزي ما بقول لكم الفتره ديت انا بكون متواجد بنفسي لو حد احتاجني في حته مراجعه الاوراق القانونيه والعقود وتعديلها داخل الشركه، لو انتوا بتشتروا من اي شركه ما ايا كانت، ونقدر نساعدكم في الامر دوت. دمتم بخير، ولا تنسوا الدعاء لاخي عبد الله بالرحمه والمغفره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.